السلام عليكم يا اهل السلام. النهارده عملت سمك الفيليه المقرمش كريسبي. بسم الله ما شاء الله. يلا بينا يا قشطه نشوف احنا عملنا الجمال والحلاوه دي ازاي. وعملت الرز الصياديه، ولزوم الاكل البصل الاخضر، وسلطه الطحينه الجميله. ويلا بينا يا قشطه عشان نشوف طريقه عمل السمك الفيليه المقرمش كريسبي. ويلا بينا على المطبخ. السلام عليكم يا اهل السلام. النهارده هنعمل سمك الفيليه المقرمش. بسم الله ما شاء الله. معانا سمك فيليه هنعمله مقرمش وكريسبي. تمام. معانا البهارات بتاعته هنا كركم، كزبرة، ملح، قشر برتقان، يعني برتقانة وخدت منها القشر بتاعها، ملح، شطة، كمون، فلفل، كاري. وطبعا الحاجات دي هكتبها في صندوق الوصف. معانا توم مفروم، معانا هنا البرتقال بتاعنا الجميل، معانا مستردة، ومعانا روزماري. طيب الحاجات الخلطة بتاعت الكفر عشان نعمل الكفر بتاع السمك الفيليه المقرمش. معانا كوباية دقيق ذرة اللي هي دي، معانا كوبايتين دقيق ابيض، ومعانا نص كوبايه نشا. تمام. المكونات دي لو عملتيها هتنجحي في اي حاجه تعمليها كريسبي. تمام. اذا كانت فراخ او سمك. تمام. وكاتب كل حاجه الوصفه بتاعتها. يلا بينا نشوف هنعمل السمك الفيليه المقرمش دي ازاي. وابقوا معانا يا جميل. هناخد حتة سمكة كده. بسم الله ما شاء الله. اهم حاجة تكون انت منشفاها من المية اللي فيه والتلج. دي السمك الفيليه هنقطعه زي ما احنا عايزين، حتت كبيرة، زي ما انت عايزة. تمام. بنقطعها كده. بسم الله ما شاء الله. ودايما ما تجيبي سمك فيليه تجيبيه من نوع نظيف. تمام اهو. بسم الله كده قطعنا السمك. طب السمك ده علشان نتبله هنعمل ايه؟ عشان نتبل السمك الفيليه بتاعنا بنجيب بولة ونحطه فيه. بسم الله. احلى سمك فيليه مقرمش. اول حاجة بتجيبي ليمون، بتعصري الاول ليمون، وبعدين بنجيب البهارات بتاعتنا الجميلة. البهارات دي هكتبها لكم في صندوق الوصف. اول حاجة هتحطيها قشر البرتقال. احنا طبعا في موسم البرتقال دلوقتي. قشر البرتقال ده بنشتغل بيه في كل حتة. بتحطي بقى البهارات دي بتجمعيها كده، بتضربيها مع بعضيها وتحطيها على السمك الفيليه. دي التتبيلة بتاعته اللي احنا هنقعده فيها شوية. بتجيبي كيس صغير كده كاتشب مع كيس مايونيز. احلى تتبيلة هتاكليها. معانا روزماري فريش اخضر، بتحطيه برضو بيدي طعم جميل في الحاجات اللي زي دي. معانا قشر الليمون ده، عصير الليمون. بتجيبي يعني حاجة زي كده وتروحي عصر المية بتاعتها، بس المية بتاعتها مش اكتر ولا اقل. اهي ده عصير البرتقال. باخد المية بتاعتها، ما باخدش اكتر من كده، بيديني طعم جميل. معايا مستردة، معلقة واحدة مستردة. مش تكتري يعني. تمام كده. ومعانا التوم المفروم، دي اهم حاجة. ونبدأ نقلب ونقول بسم الله. بسم الله ما شاء الله. الله على الريحة والجمال. بعد
بنسيب طبعا التتبيلة دي كده حوالي ساعة او ساعتين. انت بتعملي الوجبة دي قبل الغدا لغاية ما السمك كده يتبل بالبهارات بتاعتنا الجميلة. وقشر البرتقال دي جميل يا جماعة لما بتيجي تعملي بيه سمك، أي نوع سمك عندك، بسارية عندك، سمك بولتي، سمك دنيس، سمك مياس، جميع أنواع قشر البرتقال دي حلو وفايدة. وكده هنسيب التتبيلة لغاية ما يجي ميعاد الغدا بتاعنا. ابقوا معانا لغاية ما نسيب. شايفين الجمال والحلاوة وخير ربنا؟ تمام كده يا قشطة. ابقوا معانا علشان نعمل الخلطة اللي هي الكفر اللي هنعمل بيها. معانا كوبايتين دقيق ابيض بنحطهم هنا، ومعانا عليهم كوباية دقيق ذرة، وادي نص كوباية النشا عشان يبقى مقرمش جميل. طبعا انا قسمت البهارات التوابل بتاعتنا، حطيت نصها على السمك بتاعنا اهو، السمك الفيليه تمام، والنص التاني هنا. باخد ده بتبل ببهر بيه الدقيق بتاعنا تمام، وبقلبه بسم الله، بقلبه مع بعضه علشان يبقى كل حاجة كده عملناها واحدة واحدة عشان اخواتي يعرفوا احنا بنعمل هننتظر بقى هنسيب الحاجات دي تتبل، يعني البهارات اللي احنا حطيناها على الدقيق نسيبها لغاية ما يجي ميعاد الغدا ونبدأ نقلي في الزيت. ابقوا معنا. طبعا هنسيب السمك الفيليه ده ندخله التلاجة يتشمع كده. شايفين الجمال والحلاوة؟ بعمل كل حاجة بطبيعتها تمام. هنسيبه كده حوالي ساعتين لغاية ما يجي ميعاد الغدا بتاعنا. يلا فرعي خليكم معانا كده. هنبدأ نعمل الغلاف الخارجي. بناخد نص كوباية دقيق من اللي احنا عاملينه، بنحط هنا في طبق زي ده، وبنحط رشة كربوناتو اللي هي كربونات الصوديوم، ونحط عليه مية ساقعة عشان دي الخلطة اللي احنا هنعملها عشان يبقى كريسبي كده. خلي بالك من التكة دي وتقلبي. بسم الله ما شاء الله. شوفوا يا بنات بسم الله ما شاء الله اهي. انا عايزها تبقى كده دي علشان نعمل الغلاف الخارجي بعد ما نحطها. ابقوا معانا علشان هنبدأ نقلي بقى في الزيت. معانا زيت على النار، هنحط السمك بتاعنا هنا وبعدين نبدأ نغلفه اهو. بسم الله ما شاء الله. غلفي الاول دي كده علشان نعمل الغلاف الخارجي اللي هو هيبقى مقرمش وطعمه جميل. جربي الفكرة دي اهو. ودي المطاعم بتعمل نفس الشغل ده كده. غلفناه بسم الله ما شاء الله. هنبدأ بقى ننزل في الزيت. هننزل الأول في التغليفة بتاعتنا الجميلة.
الزيت بدأ يسخن اهو. هنبدأ ناخد دي كده ونحطها هنا. بسم الله اهي، ونحطها هنا يا جميل. سهلة مش صعب. حاولي جربي، مش عيب انك انت تجربي الحاجة وما تنجحيش فيها. جربي مرة واثنين وثلاثة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. اهو ده اللي انا عايزه بقى. شايفين؟ ابدأ بقى اوطي النار عليها ومش تكتري علشان الزيت مش يسخن منك، مش يبرد منك. اهو بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هنطلعه بقى على مناديل ورق. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. عشان نحط بس الزيت اللي فيه. ايه رأيكم؟ شايفين الجمال والحلاوة دي؟ بسم الله ما شاء الله. هعمل بقى الباقي وعشان نقدم. ايه رأيكم بقى؟ كده عملنا سمك الفيليه المقرمش كريسبي. بسم الله ما شاء الله. شايفين الشغل؟ شغل فاخر من الاخر. بسم الله ما شاء الله. الاكل حلو بيشتهي. وعملت الرز الصيادية، طبعا عندكم حلقة رز الصيادية. وعملت طبعا سلطة الطحينة بتاعتنا الجميلة، ومعانا الليمون والبصل الاخضر لزوم الاكل الحلوة الحرشة دي. ومعانا مقطع كده برتقانة بتبقى مززة كده مع الاكل. ومعانا العيش البلدي. بسم الله ما شاء الله. يا رب اكون كنت خفيف عليكم في تقديم الحلقة دي، واعمليها ويا رب تعجبكم. بصوا السمك الفيليه المقرمش كريسبي اهو. بسم الله ما شاء الله. اعملي الحركة دي بنفس الوجبة اللي انا قلت لكم عليها، ويا رب تنال اعجابكم الحلقة. وامان عليك لو عجبك حط لي لايك يا جميل. وفي رعاية الله في حلقة تانية. مع السلامة.